السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ عمركم سألتوا نفسكم احنا لو قابلنا البرازيل هيحصل فينا ايه؟ اكيد هنبلع 5 ولا 6 يعني، وده كان رد اي مصري لما عرف ان احنا هنقابل البرازيل في كاس القارات 2009. بس عايز اقول لك اللي حصل غير كده خالص. النهارده هنرجع مع بعض بالزمن لايام المجد، لايام لما كانت المصريين بتستنى ماتشات المنتخب بكل شغف، وحلقتنا النهارده عن ماتش خلى كل المصريين تقف قدام التلفزيون وتقول معقول احنا بنعمل كده قدام البرازيل؟ وبعد ما كنا قبل الماتش املنا نطلع باقل الخسائر. ليه يعني يا عم؟ يا حبيب قلبي فرقه فيها كوكا وفابيانو وروبينيو وداني الفيش عادي، ما احنا معانا ابو تريكه وزيدان والحضري ودعوات المصريين. والماتش بدأ بضغط متوقع من البرازيل، وبعد 5 دقايق بس كوكا يقرر يورينا ان كوكا بجد، ويرقص الدفاع كله وكأنه بيلعب فيفا على ايزي مود، ويسجل الهدف الاول. وكنا حاسين ساعتها يا باشا ان السيرك البرازيلي هيتنسف، لكن على مين يا عم؟ احنا المصريين برضه. احمد المحمدي بيرفع عرضيه وزيدان يقابلها برأسيه وهدف التعادل لمصر. ساعتها قلنا احنا مش جايين نهزر بقى، واحنا فعلا ممكن نعمل حاجه، لكن البرازيل مش هتسكت، دي فرقه غشيمه برضه. كده في الدقيقه 12 فابيانو بيستغل خطأ دفاعي ويسجل الهدف الثاني. بعد الهدف ده الماتش بقى شبه مريح للبرازيل، واحنا شايفينهم كل دقيقه بيضغطوا عشان يخلصوا عليه. وفعلا في الدقيقه 37 بعرضيه يسجل مدافع البرازيل برأسيه الهدف الثاني. وبعد الهدف الثالث حسينا خلاص ان مصر مش هتقدر وهنرجع لاسطوانه احنا لعبنا حلو بس الحظ بقى. بس اللي حصل في الشوط الثاني شيء تاني خالص. حسن شحاته غسل اللعيبه في اوضه اللبس عشان منتخب مصر ينزل الشوط بوش تاني، وفي الدقيقه 54 بصاروخ من محمد شوقي يجيب الثاني لمصر. وحاجه من جوانا بتقول اننا لسه موجودين، والبرازيل كانت متوتره شويه مننا احنا. اعتقد ان هم بداوا يحسوا ان في حاجه غلط، والضغط المصري عمال يزيد. كان كده بعد دقيقتين تريكا بيعمل ثرو باص من بتوعه يخلي زيزو هو والجون عشان يجيب الثالث والتعادل لمصر. اتعادلنا 3-3. اول مره في الماتش حاسين ان احنا نقدر نكسب، احنا فعلا كنا قريبين، ودخلنا في الدقائق الاخيره من الماتش كل حاجه ممكن تحصل. البرازيل عايزه ترجع عشان تكسب، ومصر بدات تطمع في الفوز، واحنا طبعا عارفين ان الحلو ما بيكمل. في الدقيقه 90 الكره تخبط في ايد المحمدي وهو على خط المرمى، والحكم يحسبها ضربه جزاء، ودي لحظه مأساويه بالنسبه لنا. ويخش كوكا يشوطها بكل هدوء على شمال الحضري عشان يقضي على الحلم بتاعنا. والله انا عارف احنا فقريين، وبرغم من الخساره مصر خرجت من الماتش بطل في عين الكل. وبعد ما رجعنا مع بعض النهارده للماتش ده بعد مرور سنين عرفنا ان مصر لعبت واحده من اجمل الماتشات في تاريخها على الارض. الماتش ده مش هيتكرر تاني، والماتش ده كان اكبر من مجرد ماتش في كره القدم، لا ده بيوصل لك رساله انك تقدر تقف قدام اي حد مهما كان اكبر منك، مشاكل بقى، ضغوطات، منهج متراكم عليك، فانت تقدر بالعزيمه والروح انك تتخطاها. وبس كده. ولو الحلقه عجبتكم اخبط اللايك والسبسكرايب. عايز اقول لك حاجه، احنا لعبنا ماتش حلو بس الحظ بقى، لا بس المره دي بجد.